بركات عرضيه داخل منطقه الجزاء، الهدف الاول للنادي الاهلي. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام. الصغير الكبير احمد شكري، احمد شكري، الله عليك يا ابو حميد، الله عليك يا احمد يا شكري. هدف بيعود للنادي الاهلي، بيعيد الدماء الى عنق جماهير النادي الاهلي مره اخرى بعد ركله الجزاء الضائعه. كده تنفس النادي الاهلي الصعداء، تنفست الجماهير الصعداء. واحد في لقاء الذهاب، واحد في لقاء العوده. نعيد من اول وجديد ونقطه ومن اول السطر. ادي اللعبه وادي ضربه راس جميله جدا. كده لحد دلوقتي التعادل. يا سلام عليك يا شكري، انطلق، طلع سبق الراجل، لكن منتهى الشجاعه، منتهى الشجاعه. رضوان جيد فعلا فعلا، مفيش كلام. ضربه جزاء 100%، 200%. عماد متعب تعرض لإعاقة والمخالفة بدون بطاقة، وضربة الجزاء هنشوف بقى مين اللي هيلعبها. محمد سمير وضربة الجزاء إن شاء الله. هدف تاني محمد سمير ومواجهة فردية مع حارس المرمى تفادزوا. محمد سمير ثابت وضربة الجزاء. محمد سمير والهدف الثاني. دخلت بشق الانفس، ولكن المهم انها دخلت، المهم انها فرحت الجماهير الجميله اللي موجوده في هذا اللقاء وفرحت كل المصريين. محمد سمير بيسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. 2 النادي الاهلي لا شيء نادي جانرز. بالفعل محمد سمير في الدقيقة 45 من الشوط الأول، الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بيسدد ويسجل هدف تاني جميل جدا. هي نموذج الحقيقة لضربة الجزاء في ارتفاع قاتل وقوية جدا، حتى لما حارس المرمى توقعها جت هدف ودقيقتين وقت محتسب بدل من الضايع أشار به